ملخص أخبار الأهلي والزمالك النهاردة. ملخص الأحداث اللي حصلت النهاردة. طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللايك الجميل والاشتراك في القناة، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش المتابعة واللايك. طبعا بالنسبة للأحداث اللي حصلت النهاردة تابع معايا. هنبدأ بنتائج مباريات النهاردة في بطولة كأس العرب قطر 2025. انتهت مباراة فلسطين ضد تونس بنتيجة إيجابية 2-2. طبعا اقترب منتخب الفدائي من التأهل إلى ربع النهائي. أيضا انتهت مباراة سوريا ضد قطر بالتعادل الإيجابي 1-1. بالنسبة لأخبار الأهلي والزمالك النهاردة، رسميا أشرف بن شرقي يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة. أيضا تشخيص إصابة كريم فؤاد، أصيب بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع. أحمد شوبير قال حسين الشحات اتفق مع الأهلي على تجديد العقد لمدة موسمين مع وعد من الإدارة بالتقدير المالي المناسب، ويتبقى فقط عقد جلسة أخيرة لتوقيع العقود. تقارير النادي الأهلي أنهى الاتفاق على ضم يحيى زكريا لاعب غزل المحلة. أيضا وفقا للكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، خلال يومين سوف نقدم عرضا رسميا للاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء، وإذا وافق أحدهم سيستمر، أما إذا رفض أو لم يكن العرض مناسبا فسوف نعلن ذلك ونبحث عن البدائل المتاحة. وفقا لصحف في مالي، الأهلي يحسم رحيل اليو ديانج حيث لم يتم التواصل إلى اتفاق بشأن التجديد بسبب مطالبه المالية المرتفعة، ومن المقرر أن يدرس النادي العروض المقدمة من الخليج في يناير. تقارير مقترح داخل مجلس إدارة الزمالك بتعيين خالد جلال مدير فنيا للفريق على أن يستمر أحمد عبد الرؤوف ضمن الجهاز المعاون له. تقارير لم يحدث أي تفاوض مع إدارة الكرة بالزمالك مع صلاح مزدق لعودته إلى الفريق في الفترة المقبلة. راديو ديوان FM التونسي، أحمد الجفالي توجه بشكل رسمي إلى فيفا من أجل فسخ تعاقده مع الزمالك والمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة. تقارير الزمالك لن يبرم أي تدعيمات على مستوى خط الدفاع في يناير المقبل بسبب الوفرة العددية داخل الفريق. موقع 247 سبورتس المغربي محمود بن تايك يوجه انذار إلى الزمالك ويهدد بفسخ تعاقده بسبب مستحقاته المتأخرة. بس كده معلم، دي الأخبار اللي حصلت النهاردة. لو شايف ان انت استفدت من الفيديو، اللايك والمتابعة علشان هيفيدوني جدا، واستناني في اخبار جديدة وبنزل لك كل يوم فيديوهات هتفيدك جدا. هننهي الفيديو بانك ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، سلام.